بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. برزان جيشتن بزانستكان القرآن، جيشتنا الفصل الرابع علوم قراءة القرآن، جيشتن بزانستكان قراءة القرآن. أوشان دكريتا بينز بش لبشي كم الأحرف السبعة، دوميان علم القراءات، سيميان علم التجويد، شوارميان علم الوقف والابتداء، بينزميان آداب قراءة القرآن. تيارا وش يعني سرتساوة وردقري لأحرف السبعة سبارت بهاتنا خوالوي قرآن كوا رنورو روناتشيا، وسبارت بخوين وكيتي تسكات بخوين ريتن كخواي قول سورة فاطرة دفرمي إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. آياتي بالسنوسي سورة فاطر. وهروها بيغمبري خالة فرموديكا كده فرمي هركس يكبيتيك لقرآن بخوين دخيري بيدقاتن. يكم يعني سر الأحرف السبعة. الأحرف ديار الجمع حرف السبعة يعني حوت بيتكا. قرآن بيروز ديارة كبروردقار هنا يتخواروا ميسرا على الأمة، يعني أساني كردوا بو أمتا. هروكو لسوري قمرة دفرميتن لا ياتي حفدا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إمام القرآن من أسان كردوا بو آموش قال لي ورقرتن كس هيك بندي لي وقري. وكان من صور تيسيره ولا وينكاني آسان كراوي قرآن أو نزوله على 7 أحرف كابا 7 أحرف هاتو تخواروا أوش لا فرمودي متواتر يعني هاتوا كسنان صحابي بريز جيراويتانوا وكوات حديثك حديثي شي متواترة هاتيرا. ولو أناش كبيغمبري خواد فرمي إن القرآن أنزل على 7 أحرف، القرآن لسر حفظ بتكهاتو تخواروا فاقرأوا منه ما تيسر لي بخوينا أو ديك بوتان دقنزين. يعني لفرموديش كذا فرمي أقرأني جبريل على حرف، جبريل لسر حرف يبومني خوين دوام فلم أزل أستزيده هر دوام لذكر زيادك حتى انتهى إلى 7 أحرف تاكب وحفظ بيت حفظ حرف. إذا باب زاني ما بس ما المراد بالأحرف السبعة، وهل بقيت أحرف السبعة هل ما وتتاوكو إستاش أو كذا دمانويتن بشويتشي كورد لسن باسيكا باسيان بكين. يكم يعني مفهوم الأحرف السبعة سمتشي الأحرف السبعة ترى اختلف كثيرا في المراد بالأحرف السبعة. زانان خلافيا هيا لسر ما بس الأحرف السبعة. تاوكو إمامي السيوطي لكتاب الإتقان في علوم القرآن در تسل رأيه تسل بوسون هي سبارت ما بس الأحرف السبعة، غير أن هذا الأحاديث بلام أو فرمودانة تدل على أنها متعلقة بالألفاظ القرآن. يعني أو حيث باز لألفاظ القرآن ذكات شون يتيخوين وذكاتن لسروا يكفي جانب الأداء شون يتيخوين وأوجه التلاوة شيء وكاني خوين وكو إدغام إظهار والمد والقصر والفتح والإمالة هرها وتحقيق الهمز وتسهيله وإبداله والإبدال بين الحرف. ديار إدغام ويك دو بيدغم دكرين إظهار ويك دري دخل مد قصر أو شويناني كمد دكرين دريج دكرين وقصر ككرتن فتح إمالة ديار لشويناني أو بيتاني كفتح يعني دم التداد كيتو إمالة ألف إمالي يعني ميلي ألف دكي لبو يا يعني فتحي دكي لبو كسرا يعني تحقيق الهمز يعني همزة كتون تحقيق دكريتن يعني تسهيل آسان دكري يعني إبدال دكريتن وهروها إبدال نوان حروف يشبه مانشد. واختلاف الإعراب يعني جواز بوتوني جوازي الإعراب والتذكير والتأنيث شون هي بمذكرات شون هي بمؤنثات ونحو ذلك النمونة أمانة. لذا فإن الأقرب في المراد نزيكترين بوتسون لو كما بس يلا أحرف السبعة أنها أو برزان وجوه قرائية شنشوا خوينويتش قرآنية منزلة هاتو تخوارة يعني اجتهادي كسيتي دانيا متغايرة ديار أو وجوهنا جوازا لقريك
أقصى حد يمكن أن تبلغه هو 7 أوجه. زورترين يعني كلمة قرآني، يعني في الكلمة القرآنية الواحدة كلمة أقربين زورترين وجهي كهبيت زيازة تدابي لحفظ وجه زياتر نيا بويا أو بيدا قتر الأحرف السبعة. سبارت بشرحي بناسكي وجوه قرائية أو ديارة، يعني لألفاظ كان كالحج سكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم سبارت بالأحرف السبعة هاتوا كفرميتي فقرأوا منه ما تيسر، يعني أقرأني جبريل قراءة يعني شبيش قوين نويا دوم يعني منزلة من عند الله أو ديارة لا يبروردگار هات أخواري، يعني أونية كبيغمبري خوايان هيج صحابي بريز يعني كسي تر بكات النخير متغاير زيازة لقريش، يعني قراءة كان بو قراءة كان هلو كلا فرمودا كان شهاتوا كدبيني صحابي بريز كدبيني يكك بيج ميجي بو كردو قرآني بشيء بو خوينتوا أو للناخي خويدا يعني بي عجيبه وتصون بو نوعي خوينتوا دواتر كصحابة كبردو لا بيغمبري خوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموتي بوم بخوينوا كفرموتا كي هشامة أويش كبوي خويندتوا فرموي أوي إيو راستا أوي توش راستا كواتا سن وجهك لمسألة خوينوا. أقصى حد يمكن أن تبلغه هو 7 أوجه في الكلمة القرآنية الواحدة، يعني أجر كلمات قرآنية أجر تغاير لش يعني جوازي لأخوين نوعي بتن لحفظ وجه زياتر نيا. وجوه قرآن كش أويك أكثر من 7 وجوه كما تقدم هر وكل تعريفك باسمان كرت بلام ما بس ديرا يك كلمة كوا خلاف أجر تذهبي نكهم كلمة بتوان دربع على الأقل يك كلمة أجر خلافي تذهبي أول حفظ وجهها زياتر نيا. نمونش بريزان بو أنبابتا ورمنا لسورة فاتحة كلمة مالك ومليك، مالك يوم الدين يعني ملك يوم الدين قرأت في القراءات العشر على وجهين أو بدو وجه خندرتها ملك يعني بادشاه، مالك يعني خاون تاخذ داي پروردگار هر دوشتي هم مالكه هم خاونتي خاوني رجي قيامتها هم مليكشه بادشاه وهم خاونشتي. وروها كلمة الصراط يعني صراط قرأت في القراءات العشر على 3 أوجه باش سيش شي وخوين دراوتها بالصاد الصراط صراط، السين الصراط، وروها لصاد الزاكين وبين الصاد والزاي ديار الصاد مهجورش أوشمان هي عليهم أوش ديار دون نوع هي لتجاوزي سنتي خوين نوكي لسر ميم وهاءكي لسر هاء وميمكي لسر هاءكي وفيها وجهان قرائيان الكسر والضم لسر هاءكي عليهم عليهم بوشي وخوين دراوتها ميمكش عليهم ميمكي كوتاي قرأت بوجهين أوش بدو وجه خندراتها الإسكان عليهم سكون وأروها بالضمش خندراتها بس وصل كلا لجر ولا الضالين عليهم ولا الضالين كا عليهم ولا الظالم بوشي وازا ضم كلا بو لجر واوكي دواي خوي وصل بكرتين كواتالي رزانيمان أو كلمة كزور خلافي تدا لحفظ وجه زياتر نيا. آية بابتي تشتر هل اشتملت المصاحف العثمانية على الأحرف السبعة؟ آية أو مصحفاني كإمام عثمان رضاي خوي اللي بكبيز داني تدا نسخ كرد بلاوي كردوا بو مكة ومدينة بو كوفة وبو بصرة وبو شامي النارد أو أحرف السبعة تدا بو يعني تدا نبو بلا الجمهور لسلف وخلف دن أو مصاحفاني كإمام عثمان تيدا كوبي كرناردي بو أمشوينانا وخاصة ثابت لعرضي أخير كآخر زار بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم للرمزان دو زار لو رمزاني كباجة وفاتي كدو زار يخندوا بلي أو أحرف بالسبعي بهمانشد تيدا مما يحتمله رسم هذه المصاحف بلام ليس كل مصحف بمفرد يشتمل على جميع الأحرف السبعة بلام هر مصحف يقربري حموي يعني حفظ مصحف هي بوشيها زي النخير لنا أو بينزا أحرف سبعي تدا هي لنا بلا بوتوا. حكمة سيا الحكمة من رخصة الأحرف السبعة بريزان حكمة داناي سيا كريدرا وبحرف السبعة بخويندروا ديار اللي حتى كان يعني نصت بأشكرا أماجان بيكراوا على حكمتي هرا جوري رخصتك بو أمتك بأحرف السبعة بخويندروا أوش كتيسيرة على الأمة يعني أحسن كاري بو أمتا لبروي القرآن بو أمية عربي دا بزين
أو لسن قبائل بيك هادبون سن قبائل جیاواز و لهجاتیان لما بيني خوان جیاواز بو اگر بيو هر قبيليك بهات بهميان با لهجه اوي تري بخويندرا توشي مشقه و توشي حرج قرسائي دبون اگر هاتو الزام بكرابان بو تماشا دكيني يعني او لهجاتنا لناو او دا اماجي بيكراوا اوش فها جاء التيسير بان يقرأوا بما يتيسر من الاحرف السبعه كوا اسان كاريكا بتوان بوشويك باحرف السبعه ك بخوينوا بو وبيكوري كعب رزاي خوايلي بيدفرمي لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم جيش بجبريل فقال يا جبريل فرمي أي جبريل عليه السلام إني بعثت إلى أمة أميين من بوغليتي نخوين دوار نردراوم منهم العجوز بتمني تدا بكوتي تدا والشيخ الكبير بتمني تدا والغلام جنزي تدا والجارية هروها الجارية تدا والرجل أفرد جارية زياتر بمبستي أفرته والرجل بياوي تدا الذي لم يقرأ كتابا قد خوين دواري النبوة كنا خوين دوتوا قال يا محمد فرمي أي محمد إن القرآن أنزل على 7 أحرف قرآن بو حفظ أحرفها تتخواروا أوج بو آسان كاري للسريان كوا بتوانن بآساني بخوين نوا نمو نشمال لوي هيك ثابت ولا عبد الله كري مسعود وأبو درداء كلا سوري الليل آتي السين يعني قراءة كمان هيك ضلي والذكر والأنثى بدلي أويك وما خلق الذكر والأنثى ديار أوشكا وهاتو أوشكا زوري يقبال أحرفي 7 بس ديار أو قراءة كي والذكر والأنثى أويان يعني لعرضي أخير نماوا لعرضي أخيري نما بو إيساش كمصحف كان سير دكين وما خلق الذكر والأنثى تنها أويان ما وشكا عرضي أخير عندك لزانه دفرمون لو حفظ أحرفا بينزيان ماديان ضلن هر جيراوا نماوتو لبروي آخر زار جبريل عليه السلام پیغمبری خوا دو زاری بو مراجعه كردو تواها بابتي تر لا زانستكاني قراءة القرآن بيدا قلت لي علم القراءات ثانيا زانستي خوين كان مفهوم قراءات ديار القراءات جمع قراءة وقراءات دري قراءة وشيء قراءة مصدري قراءة بمعنى تلا يعني خوين نوا علم قراءات يا بريزان هو علم زانستيك بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها علميك باز لتسونيتي خوين نوي كلمات وشكاني قرآن جوازي لخوين نوا كان هذه كلمة لخوين نويان لقراءات جوازية بلام أقدر بن معزوا لناقله دبي أو قراءة قلبو قائلة شيخ وين ديتوها دن أو قراءة فلانة كسا أما قراءة فلانة كسا كهمي بسندي متصل ببيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بإما قيشتوا وكيفية قراءتها سنة وموضوع هذا العلم بابتي أم علمش أو الديار هرو كل تعريفك أما جمان بيكرت كلمات قرآن سنة النطقي بيبكن سنة دريبة برين وتسون بيخويني نوا لما بيني مد تسون لتشند مدي دكين قصر يعني كرتي دكين نوا مد يعني دريجي ناكين إدغام أو شو يعني كدغم دكرين فك بيتكان ليك دكرين نوا والفتح وإمالة مثلا الفتح دمان دكين وهو كلمة مسمى ما دو دكريتوا هدى أو كفتح بيدا قترين إمالش أو ديارك إمالي ألف نحوياء دكريتن وفتحة لبو كسراء وكو الضحي والليل إذا سجي بمشي وهذا كبيدا قتر إمالة هروها تسهيل تحقيق أو كتنها لها مزر ددات إلى غير ذلك من أصول قراءات بيدا قتر إضافة إلى الفرش فرش ما بس يبرزان ما بس أو أحكاماني كتايبت من دا بهندق لكلمات القراءات وكو كلمة ملك أو كفرشي بيدا قدرتين هروها معزوا لناقله يعني نسبتي أو تسونيتي خوين نوا لكاتي خوين نوا دبي بدريتا بال قارئ كي قراء كان أو قارئاني كقرآنيان للصحابي برزنا كردوا بو إيمان هنا نسبتكش أو الديار لدوامه على تلك القراءة ولزومه لها يعني تبي لازم بيبوي لقري أو دابي وليست نسبة الاختراع واجتهاد أو اختراعنية قراءة فلانة كسا يعني أو دايننا ناخر أو تنها أو بو أو دتي للرجاء أو بو أو صحابة برزية تعتر بو بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم مصدر القراءات والعلاقة بينها وبين الأحرف 7 برزان مصدر قراءات سرتساوي قراءات لسها تواروها
پەیوەندی لە نێوان قراءات أحرف السبعة قراءات قوتمان هي جملة ما بقي من الأحرف السبعة أو جملة كماوة والأحرف السبعة والوجوه المتكاثرة في القراءات سنشيو خوينوا ولا كاتي خوينوا إنما تشعبت من الأحرف السبعة. الأحرف السبعة سري هالداوة ورجراوة التي نزلت على النبي كدابز يوبسر بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم كاتف مصدر القراءات هو الوحي سرساوي قراءات وحيان فهي مما نزل على النبي كدابز يوبسر بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فأقرأه على أصحابه يعني فأقرأه أصحابه دواتر صحابة كان خوينديته بسر صحابة كاني الذين أقرأوا من بعدهم دواتر الصحابة كان بودواي خوينديته ومن ثم تم نقلها بالتلقي والسماع والمشافهة حتى وصلت إلينا دواترش بشيوي ليق وقرتن شيوي جويليبون مشافهة بشفوي بزمان بو يكتريان نقل كردو تاوكو بإما جيشتوا بو لأن القراءة السنة والقراءة السنة يأخذها الآخر عن الأول كوتايك لسرتايكي وردقريتين ميجوي قراءات برزان تاريخ القراءات يمكن القول بأن القراءات مرت بثلاث مراحل أساسية بس قناغي بن سنيدة تيبريوا مرحلية كم المرحلة الأولى مرحلة التلقي يعني تلقي ورقرتن تلقي الصحابة القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم ورقرتني أم قرآن للايان صحابة لبيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم ودواي وفاة كردني بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البداية لشاركان بلاوبون أو صحابة برزانا فاتحين ومعلمين دو إشيانمو يك فتح شاركان يندكر أزاد يندكر لجلسي كافركان ومعلمين بون بما مستاش لوي فأقرأ كل منهم في البلد هل يكول بلدي خوي أم قرآني كلا بيغمبر إخوة ورقرتبو بواني دخوين دوا بلام كاتك خلافات دا قراءات درزبو لنوان أو قتابيانا كعثماني كوري عفان دواتر كهستا لعرضي أخير تون بيغمبر دوزار مراجعي كردو لا جبريل عليه السلام لناو صحوفة كان بمشي وازا طبعي كردو بينوس خيلي كوبي كردو بلاوي كردوا بوي هندك خلافات دروز ببو أو زور خلافاتانا نهيليتنو بلاو كاتو بسر أو شارانيك هوا بوي ناردن كأما جمان بيكير دوام قناغ لميجوي قراءات مرحلة الاختياري بيدا قتري دفرمي كانت القراءة تنسب ابتداء إلى بعض الصحابة أو قراءتنا لسرتات ددرانا بال صحابة برزكان رضا ورحمة إخوان ليبي أو إلى الأمصار التي نزلوا بها يعني ددرا بال أو شاركة صحابة كان لوي دابزيبون يعني لوي ما بونوا فيقال قراءة زيد يعني قراءة زيدة كنسبة أو قراءة ددرا بال زيد كري ثابت يعني قراءة أهل المدينة أو ددرا بال شاركة ثم صارت تنسب إلى بعض أعلام نقلتها من التابعين وأتباعهم دواتر ددرا بال أو زانا برزاني لتابع وأتباع التابعين كان بمشيوا وذلك لأن هؤلاء القراء درسوا القراءات كأم قارئانا قراءات يعني خوين هري كان اختياري بين قراءي للاي ما مسايق ذكر لاي شيخ ذكر دو مداومة للاي أو دماوة بو دواتر أو قراءات ددرا بال أو بو دانغو فقيل قراءة عاصم يعني قراءي نافع يعني قراءي ابن كثير بو تدرا بال أوانش كأوانش للسروي خو أتباع التابعين والتابعين بمشي وازا وريان قرتبو وليس نسبة الاختراع وإنشاء كتدري قراءة عاصم يعني عاصم داينه هنا عاصم وري قرتو للسروي خوي بمشي وازا لأن أصولها مستمدة من قراءات الصحابة تكلا قراءة الصحابة السروي خوي ولا الصحابة لبيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم قناغي سيم لا ميجوي قراءات مرحلة تحديد القراءة وتدوينها أو قناغ باز لا دياري كرديني قراءة نسينوي دكاتن دواء كقرني دوم خلاص بو قرني السيم هاد قراء خوين نري قرآن يعني أو نك قرآن قراء كان من زور بون واختيارات شان لما بيني خو كسان دسون لا أو قاريان لا أو ديان خوين وقراءة كددرانا بال كسكان أو زاري فتصدى بعض الأئمة هندق لزانان يعني هولي أويان داك كواد ضبطي أو روايات أنا بكريتن نوق يعني الشويش بكراوي النبي بالكو ضابطي بودا من درين ويكم إمامش كإمام معتبر وهول دا كوان لمر هو خزمت بكات كأبو عبيدة القاسم بن سلام كصالي دوسطو بسوتساري هجري وفاتي كردوا
كهولي داوا يعني بتواني الضبط لبو أم قراءتان دابنية وكو الضوابط وقواعد أما جي بي بكريم وجعلهم 25 قارئا مع السبعة كرديبا بينس قارئ بلام أو وكو قارئ يعني 25 قارئا مع سبعة كسبع قراء كان أواني تلك الراوية كانتين. ثم في المقطع القرن الرابع دوائل السرتاء قرن تشوارم صنف الإمام أبو بكر بن مجاهد أبو بكر كن مجاهد ككتابة دانا السبعة في القراءات مقتصرا فيه على 7 قراء حفظ قرائي هالبجارت قال حفظ قرائي كإساء أماجان دواتر بيدكين كأجمع الناس على قراءة زانان لسري كودنغون وذلك من الأمصار ال5 كلا هر بينزا وشينان يعني مكي ومدني لا كوفة كسيدان أي كوفة دقر الشام بهمان الشد كوا اختياري أواني كرد كإمامي عثمان رزاي خواي لبي بو أمشارنا مصحفي ناردبو بو هر قارئ دو راوي بو داندراك الراوية كان لهر هموي مشهور تمن بالضبط وعدالة وإتقان وأو قراء نجبريزان أوانا كمان نافع المدني أو نسبة لتشار بارشاري مديني بيروس كنافعي كوري عبد الرحمن كوري نعيمة كصالي ساتو شيستونو فاتي كردوا دو راوي هبونا أوانش قالون كعيساي كوري مينايا كصالي دو ساتو بيز وفاتي كردوا ورش كعثماني كوري السعيد المصري كصالي ساتو نوت حفظ وفاتي كردوا هروها ابن كثير أو مكيبو كان يخوي عبد الله كوري كثير دارية صالي ساتو بيز وفاتي كردوا أويش دو راوي هبوا البزي كأحمد كوري محمد كوري عبد الله كوري قاسمي ابن أبي بزة كصالي دو ساتو بنزا وفاتي كردوا وقنبل كمحمد كوري عبد الرحمن المخزومي مولاهم كصالي دو ساتو نوتيك وفاتي كردوا سيميان أبو عمرو البصري كزبان بن العلاء المازني البصري كدو راوي هبوا كبخوي أبو عمرو صالي ساتو بنزا وصار وفاتي كردوا دو راوي كشي الدوري كحفصي كوري عمري الدورية صالي دو ساتو بنزا وشش وفاتي كردوا السوسي كصالحي كوري زياد السوسي صالي دو ساتو شيست تو يك وفاتي كردوا هروها ابن عامر الشامي كعبد الله كوري عامري يعصوبية كصالي ساتو هجدو وفاتك دو راوي هبونا هشامي كوري عماري الدمشقي صالي دو ساتو تسلو بينز وفاتي كردوا وهروها ابن الذكوان كعبد الله كوري أحمدي كوري بشري كوري الذكواني قريشي الدمشقي صالي دو ساتو تسلو دو وفاتي كرديان بريزان أو يتسار شاركان أو يدمينيو كوفة أو السي قارئية ودك حفظ عاصم الكوفي كعاصم بن أبي النجود الأسدي مولاهم كصالي ساتو بيسو حفظ وفاتي كرديان دو راوي هي الشعبة كأبو بكر بن عياش الكوفي صالي ساتو نوتو سي وفاتي كرديان حفظ كحفصي كوري سليماني كوري مغيري أسدية صالي ساتو هشتا وفاتي كرديان بينزميان حمزة الكوفي كحمزة بن حبيب الزياتي بيدلن كصالي ساتو بنزا وهشت وفات دكاتن دو راوي هبوا خلفي كوري هشام البزاز وخلادي هبوا كخلاد بن خالد الصيرفي صالي دو ساتو بيز وفات دكاتن ششميان الكسائي الكوفي علي بن حمزة الأسدي مولاهم كصالي ساتو هشتا ونو فات دكا دو راوي هبونا أبو الحارث الليث بن خالد المروزي البغدادي صالي دو ساتو تسل وفات دكان هروها الدوري حفص بن عمر الدوري راوي أبي عمر المتقدم يا وهم لو راوي وجبه وهم راوي إيرشام فهؤلاء 7 قراء و14 راويان أود ابن حفظ قارئ وهري تشان دو راوي هنا دكات ساردا أي دواتر لدواي مجاهد ابن مجاهد هستاون كالاختصاص كمجاهد اختصاري لسار حفظ قارئ كردو حفظ سارد الراويش دواتر كساني تر هستاون يعني بهم مانشد دواي ويش ك أبو عمرو الداني كالكتاب التيسير في القراءات السبع همان أويش اختصاري لسار هر حفظ قراءة قارئة كي كردو سارد الراوية كان بلام هندق لزاناني تر دواي ابن مجاهد هاتون أو أنا اختصاري أنا كده لسار حفظ الراوية بلقو هوليان داوا يعني بهمان شروطي وان سي قارئ تريان زياد كردوا بهر قارئ اوانيش دو راويان هيا كوقراءة كان مقبولة شهري هيو وكو أبو جعفر المدني يزيد بن قعقاع المخزومي صالي ساتوسي وفات كرد دو راويهن ابن وردان عيسى بن وردان ابن جماز كسليماني كوري محمدي جمازة صالي ساتو حفتا وفاتي كردوا وهشتميا برين كذا كان نويميان أوا يعقوب البصري
يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي كصالي 205 وفاة كردية. دو راوي هي رويس كمحمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري 238 وفاة دكا. روح بن عبد المؤمن البصري صالي 234 وفاة دكا. ديميان خلف العاشر كدكات ديميان خلف بن هشام البزار البغدادي أوش كراوي حمزة متقدمة وراوياه دو راويها بن إسحاق كإسحاق بن إبراهيم المروزي البغدادي وإدريس بن عبد الكريم الحداد البغدادي 292 كواتا لرا ابن مجاهد أبو بكر كريم مجاهد السبعة في القراءة كتابكي أو اختصاري لسر حفظ قارئ كردبو وهر قارئ دو راوي كدكا سواردا دواتر زاناني بريس هستاون بهمان شروطيوي سي قاريد كان إضافة كردوا لبري سيريان كرديان همان شروطيوان يعني تيدا ديتا دي كرديان بدقل حفتكي دبتا قراءات العشر. فهؤلاء الثلاثة أو سيج وقراء متممون للعشر تاو كرب بندا قارئ وستة رواة تمام 20 وشج رواتش سي هريتشي دو راوي دكا الشش صار راويش ما ليهبو كواتا دبيت بيست. وهكذا في القرون المتأخرة لقرن كان دواي خوش انحصرت القراءات الصحيحة المعتبرة في القراءات العشروية كالقراءات 10 دا بلاو بوا كإستانا وخلق دا ورجيراون بيزغل لقراءة الشاذة كبقراءة يعني دانا اندريتن لبريو مرزكاني قراءاتي تدا نهاية الدين. بابتي يشتر بريزان القراءة الصحيحة والقراءة الشاذة دیارە زانیان کاتێک لە قراءات کتابیان نووسیوەتەوە جیاکاریان کردیە بە پێی سەنەدەکانیان لە کاتی هەڵبژاردن بۆ ئەو مەرجانەی کە معتەبەڕن بۆ اختیارکردنی ئەم قراءاتانە و ئەرکانی قراءاتیش کەوا قراءەی صح بە صحیحدا بندرێتن وەکو ڕوکن ئاماژیان بۆ کردووە و بۆ هەر یەک لەو قراءاتانە دەبێت ئەو مەرجانەی تێدا بێتە دی ئینجا دەبێتە قراءەی صحیحە ئەگەر هاتو ئەو مەرجانەی تێدا نهاتە دی بە قراءەی صحیحدا ناندرێتن و يعني دانا دريتن وتعبدي بيناكري يعني تواقع بيخوينه بتوي أجرب هذا السر أجرب هذا السر ورناكري وبهيت شيء قراءات الشاذ لأنه نوجا نبي بخوين دريتن وهر قراءة شجرات عمر زاني سادين باسي لكن تدانا هاتدي أو بيدا قتري قراءة الشاذة يكمل برزان صحة السند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دبي أو قراءات بس سند بقاته بيغمبري خوا يعني بيغمبر صلى الله عليه وسلم خوين دبيته. دوام موافقة خط المصحف ولو احتمالا دبيل لقر خط مصحف بقنزي أقر احتماليش بقيدين دبيل لقر بقنزي أقر نقنزا نابتين. ساميا موافقة اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه دبيل لقر زماني عربي بقنزي بال الروتش بيتن دبي أو مرزاني تدا بيت دي أقرنا بقراءة صحيحة داناندري دبيت الشاذ. هروها أبرز كتب القراءات ومنظوماتها أو كتباني كالقراءات السبعة يعني بنظم بالشعر داندراوا ديارة كتابي السبعة في القراءات كابن مجاهد أبو بكر كريم مجاهدة أو هو العمدة في القراءات أو عمدة أو أصل القراءات تاوكو كتابة التيسير في القراءات السبعة لأبي العمر الداني الأندلسي صالح صار وفاة دكاتن إنزا فاشتهر واعتنى به أهل العلم زانا جرينجان بيدا طلب أهل العلم جرينجان بيدا ومظاهري جرينجدان لو أنا بون منا لنظم دوات الككراب بالشعر كنظم أبي القاسم بن في الروح الشاطبي صالي بين سطو النود وفادك قصيدة اللامي هي كمشهورة حرز الأماني ووجه التهاني كمشهورة بقى الشاطبية كدواتر بو بعمديك بو كسانك قراءة السبعة أو كو أمر جور دقرن وجرينجيش زوري بيدرا لقراء كان يعني كثيرا عناية كبيرة من القراء وطلبي علم لروي حفظ يعني استظهار تون بيلينوا شرحي بكانوا يعني تحرير لي ورد ببنوا لا كوتاي كاني قرني هجتم زانايا تري بريس سري هالداك ابن الجزرية كصالح السطو سيوسي وفاة دكاتن كعلى تيسير أبي عمرو الداني القراءات الثلاث المتممة للعشر في كتابه تحبير التيسير. ابن الجزري هستا تيكر يعني وكو زيادة ورقرتني لكتاب أبي عمرو الداني كمتممة ثلاثة أو كأسير راوي زيادة كبقوتمان حفظ قارب دواتر بون الدا
ونظم قراءة الثلاث أشكال منظومة كي الموسومة الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية. دواتر اجتهادي يعني اجتهد رحمتي خوالي باجتهادي كركا جرينجي زور بقراءة 10 دا ودواي أسانيدا كان كد ودواي طرق كان كود إن زاد سن وجهه لوانا اللي دا بدر كود بما لم يذكره أبو عمرو داني والشاطبي. أبو عمرو الداني الشاطبي أو أنا أماجان بينا كردبو يعني سون وكبري اللي بيركردنك أو هستا لوي هستي بيكردو هستا أواني تريش أو سي تريش يعني لسي قراءة كيتر استيعابي كرد يعني أواني وقرتو أماجي بيكرد هستا كتابي شي تأليف كرد كهم أويك ل7 قراء بدايتكم ولا السي متمي مكانش كتابك الناو لأن النشر في القراءات 10 دواتر كرديا منظومة بناوي طيبة النشر في قراءات 10 دائما نظم بو مسألة اللي بركردن آسانترا وكل تأليف بتوي نص شي نثر بتوي لبريب كيد. إنزا كتابة كان إمامي جزري ابن الجزري بو عمد يقلبوا متأخرين لقراءات تاوكو أمسر دمش يعني هميان من يعني أونيك تلاقي قراءات 10 ده كان لهردو مستوى قراءات 10 صغرى لطريق منظومتي الشاطبية والدرة المضية يعني قراءات 10 الكبرى أو لطريق النشر كبرنسية كيتري تدا إضافة كراوة. إنزا القراءات المشهورة في العصر الحاضر تلقت الأمة القراءات الصحيحة خلقوا قراءة صحيحة قبول كرد وكو يقدر زال همي ثابتة همي صحيحة همي فصاحتي تداهية وكيتك لو قارئ أنا شنو قلت قراءتي من الراس تو قراءة كانت تريان راس نيا يعني واجب كادبي إلا اتباعي وقرأ من أخير أما بكامل أم قراءتي 7 و10 همي قبول كردوا وكودنجن لسري أو قراءتنا وقرنجيشان بيدايا عامي الناس بلام عامي الناس بخوي خلط شي عوام فرقي هي لقر علماء عامي الناس دائما اكتفى بقراءة ده كان ده بيني بدواي يقراءة ذكرتن تاوكو السند لما قراءة توابخنتو سندي التداول بقري وتعبد شي بيدا دكاتن واو قراءتنا جل بلاد إسلامي بلاوبونوا لا زالش استاكوا كواي دخوين درين تاوكو استاهيت سن قراءتك كزياتر بلاوبونوا لعالم إسلاما بون منيك لو قراءتنا بخوي سيلو رواياتنا زور بلاون لو قراءتنا قراءة نافع مدني بهردو راوية كي قالون ورش أو زيادة بلاد المغرب العربي عموما يعني لمصر برو أو لا تاوكو دقيت الجزائر زوبي مصحفة كان عشان كتبعي ده كان بقراءة النافع المدني طبع ده كان أوانا دوم من قراءة أبي عمرو البصري برواية الدوري أولا السودان وهندق لدول أفريقيا يعني السودان برو خوار وبرو أفريقيا أو نزياتر بمشي وازد أخوينه قرآن كان لسر أمزور قراءة طبع ده كان سيم يعني قراءة عاصمي كوفية كبروايات حفظ ما شاء الله إليه أو أكثر رواياتها يعني الزور ترين بلابون أو قراءة عاصم بس بالروايات حفصة كو على الإطلاق انتشارنا كالبلاد عربي شرقي يعني توقع السير كي لا مسألة آسيا برو بلاد الشرق تاوكو دقاتا أندلس حرهم يعني أو زياتر بو قراءة كقراءة عاصم بروايات حفص لو يدخل عندنا وبتايبتي دولي آسيا وكو تركيا وهندو باكستان وأفغانستان وأندونيسيا ولاتاني تريش سودا كاني أو جياوازي قراءات بريزان سوديتي هيك جياواز النجاريك ديار اختلاف القراءات هو الاختلاف التنوع أو اختلاف التنوع اختلاف التضاد وتناقضنية يعني تجير بنية بل التنوع يعني تنزوريتي تدا فإن هذا محال أن يكون في كلام سواء ناكر لكلام خواهي جورا قراءة كان دجيك بن خواهي جورا دفرمي أفلا يتتبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بولا قرآن ترى ما ناكن أقرم قرآن كلامي خوانا بالا يخواهي جورا هدبات أخواروا خلافة زور زوري تدا دبو بو الزانيان سبارت بقرينجي أو جياوازيا سنشتي نسوا يك لوانا التخفيف على الناس بالقراءة على الوجه المتيسر لهم أو دبت آسان كاري أو قراءة بو أو كسانة آسانة بويا أو دبت التخفيف للسريان وهذا تبع لرخصة الأحرف ال7 أوش تابع لبو أو كالأحرف 7 أما جمال بيكر قلت من تيسير بو أو أمتا دوم يعني إعظام أجور هذه الأمة من حيث أنهم يفرغون جهدهم في دراسة القراءات وأحكام أوجهها خلق هستوا
دیراسەیان کردووە خۆیان تێدا ماندی کردووە توانا و تااقەتی خۆیان تێدا سرف کردەوەش هەموو ئەجر و پاداش لە مقابل وەردەگرن هەروها بە دوای مانایەکان چکە قیرائەتێک دگە قیرائەتێکە دەخوێنێتەوە مانای تری جیاواز دەداتن واروە ئیستنباتی ئەحکامیان لێوەرگرتووە یعنی ئەو قیرائەتەکە قیرا حکمێکی جیاواز دروست دەکات هەروەکو ئێستا ئینشاءڵڵا ئاماژەی پێ دەکەین سێم شت ئیمامی ابن جەزەری دەفەرموێ في ذلك في نهاية البلاغة لو قراءة لنهاية بلاغتها وكمال الإعجاز وكامل إعجاز تداها وغاية الاختصار زور مختصرشة وجمال الإيجاز يعني كموجز كرايتو ككركرايتو زور جوانا إذ كل قراءة بمنزلة آيات هر قراءتك آياتك إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام الآيات جوازي اللفظة وكو أويها شويني آيات تر دقريتن معنى ترت بيدا بخشيتن ولو جعل الدالة كل لفظ آية على حدتها لم يخف ما كان في ذلك من التطويل أقل بيو سيدي كان هر لفظك لو آياتنا وكو خوي وري بقرين يعني تمشاهده كان يعني لم يخف ما من ذلك يعني تطويل دروز ناكاتسن برزان يعني بون من حتى مسألة وأرجلكم وأرجلكم أو ديارك خلاف الجهة نيوان زانان قال مسألة مسحي بيان مسألة شوشتن كهدو قراءة صحيحشن هربات سارم سود لسود كان الاستفادة منها في التفسير بتبيين مجمل يعني دبين لشوينك مان هي كمان مجملة يعني تفصيلي ندى بلام أو قراءاتها بومان رون دكاتوا يعني تعدد المعاني يعني دبيت تسن معناه اللي دروز دبي استابون منا لو شوينيك بمجملها تبلام بومان تبيان دكا لسورة بقرة خواي جورد فرمي ولا تقربوهن حتى يطهرن بالتخفيف حتى يطهرن وهرها قراءة كمان حتى يطهرن بالتجديد يخون دراوتها قراءة يطهرن خلاف حتى خلاف فقهي معناه أبو حنيفة رضي الله رحمة خوي اللي بي تفرمي عفرت أجر للسوري ما كان باق بوا بر لو يغسل بكا تطواني بيعوكي بتستلاي شافعي كان ضلن أو قراءة مبينة أو نخير عفرت أجر السوري ما كان تابو دبي خوي بشوا غسل لخوي دركا إنزا بيعوكي بوهي بتستر ببرجي أم قراءة دوم كقراءة تجديد خير وهروها لا سر تعدد المعاني أو جديارة وما هو على الغيب بالضانين بالضاد وأروها وما هو على الغيب بالضانين بالضاء بالضانين يعني ما هو ببخيل يعني بخيل نبوة يعني لجاندني وحي پروردگار پیغمبر صلى الله عليه وسلم رزيلي نكردوا أو يبوي هاتوا وكو خوي جاندويتي أجر بيخو إنه بالضانين بالضاد بالضاء أو يعني وما هو بمتهم پیغمبر صلى الله عليه وسلم اتهام نكره يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كسيشي صادق الأمين أو غير ذلك إذ كل قراءة بمنزلة آيات هل قراءة وكو آيات يقوايا هل وكو لنان زانيان أو زيقيرو دانيان بيدانا أوج لكمال إعجازة كمال إعجازي قرآن هل وكو ابن جزري رضا ورحمة خواه ليبي أما جاي بيكل والي ركو تاي بيدينين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.